Bila
Rada
Salla alayka bi taslimin
حمدا لمنزل الدنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث ما مرض يبرأ بلا بغ وفاز بالخرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء محتاج الأصحاب للشفاء هذا وإني يوم ذو أوجاع مبتغيا عون المجيب داعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني مقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بأم رمضان الأصلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا وسيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي رمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النعم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل الحلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا ونجهم وافهم والتفهم ولا تؤاخذهم بكل ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد فإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لتوب يسروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أخداهم لأفضل الخبائث فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك ولو هم بالذي لا ينقلك يا الله يا مقلب القلوب غلب قلوبنا عن الغيوب وارنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلا فنفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم آخهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين المخلصين واجعل جميع المخلصين الزاهدين واجعل جميع الزاهدين الناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأهلنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وطيرا وأهلنا بحبهم لوجهك وأهلهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم استداد النسب واجعل لنا هنا وعنا هذا زائدة تفضلا فنرزا وهب لنا مكارم الأخلاق ما تهاب بلا سخاء واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كثيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تناسل ولا تعاسل ولا تغاسل ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين عاشقين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واغفر وكفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من
شفى الأمراض ووهب المحبوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأفهام وصليا عليه ثم سلما وآله مع سراب الكرماء ما أبلغ المسؤول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء يا من يروم دم كل داء فلا تفارق طلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلص أنت شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى لم يكن مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا الصمد لم يكن مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا الصمد مدى لنا الإسلام والكفر معا وبالنصيحة لكل سماء يقول بالظاهر والباطن من أتاه لله في كل زمن خدمته عن الغيوب أسباب والاستقامة وصفا وثبات بيبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا قل قدماه فوق كل رقبة من مستعاره كل من غبا محمد مثاله لم يأتي فيما مضى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثل الله فمثله لم يرد له زيادة له البلاء يوم ألست ولد السماء هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل برأه البديع من خير جمال وزانه القدوس عن خير كمال كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد صلاة الذي في كل شهر